انسوا اي طريقة جربتوها قبل كده. النهاردة هعرفكم سر البيتي فور الدايب دوب اللي بيدوب في البق وبمقادير مظبوطة بالجرام. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اول حاجة بقى هنبدأ بيها المقادير بتاعتنا. انا عندي هنا كيلو من الدقيق، 800 جرام من السمنة، 320 جرام سكر بودر، 4 بيضات، كيسين فانيليا، ربع معلقة صغيرة من الملح. اول حاجه بقى هجيب السمنه بتاعتي. اهم حاجه سمنه تكون طالعه من التلاجة وتكون متماسكه زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى كده ان انا انزل عليها بالسكر البودر. لازم ان انا انخله زي ما انتوا شايفين لان بيكون فيه تكتلات. هقلبهم بقى كده تقليبه خفيفه مع بعض كده، بس هما هنا عندي ما تقلبوش لان السمنه كانت متماسكه. هبدا بقى كده ان انا اضربهم بالمضرب الكهرباء لمده 5 دقايق او اكتر كمان. اهم حاجه عندي ان هي تعمل معايا فوم. طبعا لو في عجان يبقى تمام نعملها في العجان. طيب لو مفيش مضرب كهربا ولا عجان هنعملها بالمضرب اليدوي لمدة 10 دقايق برضو او اكتر. اهم حاجة عندي ان هي تعمل معايا فوم كويس جدا. شايفين بدأت تعمل فوم ازاي؟ طبعا انا لسه هضرب فيها برضو شوية كمان. كل ما بضرب فيها يعني بالمضرب بتعمل معايا فوم اكتر. هبدأ بقى كده ان انا انزل عليها بالبيض واحدة واحدة. كل ما واحدة تختفي معايا هبدأ بقى ان انا انزل عليها بالتانية على طول. اهم حاجة كل ما تختفي ننزل باللي بعدها، ما ننزلش بيهم مرة واحدة. تمام، هضربهم بقى كده مع بعض كويس. وبعدين هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. طبعا لو انا مش متوفر عندي كيسي يعني الفانيليا اللي هي الاكياس دي، هجيب الفانيليا السايبة وهنزل عليها بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايبة. هنزل عليها بقى بالملح وهقلب بقى تقليبة كويسة جدا. كده خلاص تكون خلصت معايا. شايفين شكلها بقت عاملة ازاي؟ شايفين بقت الفوم بتاعها بقى عامل ازاي؟ كده خلاص بتكون جاهزة. يلا بقى اجيب بولة كبيرة كده. هبدأ بقى كده ان انا انزل عليها بكيلو من الدقيق. طبعا يفضل ان احنا نستخدم الدقيق المخصص للكحك والبسكوت. بيكون متعدد الاغراض كده، بيكون مكتوب عليه متعدد الاغراض. ده بيكون حلو جدا، بيكون افضل بكتير من السايب. يعني النتيجة بتاعته بتكون افضل كتير. هبدأ بقى ان انا انخل الدقيق. لازم طبعا ان انا انخل الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو احنا عندنا مكنة بيتي فور وعندنا قمع، يعني لو حابين تعملوا البيتي فور بالمكنة هنخليه متماسك شوية وهنعمل كيلو دقيق كامل. طيب لو احنا هنعمله بالقمع بقى هنعمل ايه؟ هنشيل من كيلو دقيق دوت 3 معالق كبار علشان خاطر بس يكون سلس معانا كده في القمع واحنا بنعمله. تمام، انا هنا برضو هشتغل بالقمع بس انا ما شلتش خالص من الدقيق لاني انا مش بحبه ان هو يكون دايب قوي. يعني انا هشتغل بالقمع بس انا ما شلتش، لكن لو انتوا حابين ان انتوا تشيلوا منه 3 معالق هيكون افضل علشان هيكون سلس معاكم وانتوا بتشتغلوا يعني. هبدأ بقى كده ان انا انزل بالخليط بتاعي على الدقيق، والخطوة دي بقى انا مش هعجن، انا هقلب بس زي ما انتوا شايفين كده. هقلب ان الدقيق يختفي فقط. شايفين انا مش بعجن، انا يا دوب بقلب كده الدقيق في الخليط بتاعي عشان خاطر ان هو ايه كله يتجانس كده مع بعضه. كده خلاص يكون خلص معايا وده شكله. يلا بقى كده نبدأ نجهز القمع بتاعنا. انا هنا جبت القمع بتاعي او اللي هو كيس الحلواني يعني. وبجيب كيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، وبدخله في القمع علشان خاطر وانا شغالة السمنة ما تطلعش مني خالص بره. فده كده بيكون كويس جدا. شايفين الخطوات بتاعته عاملة ازاي؟ عشان بس للناس اللي مش بتعرف ان هي تركب القمع، فانا عملته لكم يعني خطوة بخطوة عشان خاطر يبقى سهل عليكم يعني. كده خلاص يكون جاهز معايا. كده خلاص يكون جاهز معايا. ابدأ بقى كده ان انا احط فيه العجينة بتاعة البيتي فور. شايفين بالشكل ده، وهبدأ بقى كده ان انا اضغط عليه لحد ما ينزل معايا. طبعا انا هنا لازم اجرب كده اول حاجة حوالي 5 وحدات كده. طبعا انا بكون مولعة الفرن قبل ما بشتغل على طول. احطهم كده على رف على السلكة الرف الاوسط على درجة حرارة 180.
لازم اعمل التست دوت الاول قبل ما اشتغل في باقي العجينة كلها. طبعا شايفين زي ما انتوا شايفين كده تحفة، طلع مظبوط جدا الحمد لله، ما فرشتش مني خالص. كده بقى نبدأ ان احنا نشتغل في العجينة بتاعتنا. هجيب بقى صاج، طبعا لا هدهنه زيت ولا هدهنه سمنة، يعني هو طبعا البيتي فور كله سمنة فبيكون تمام، يعني مش محتاج يعني اي دهون خالص. طبعا بقى هبدأ بقى ان انا اشكل كده، يعني كل واحد بيعمل الاشكال اللي هو بيحبها. طبعا لو انتوا عايزين تعملوا وردة، عايزين تعملوها طويلة، عايزين تعملوا الشكل اللي انا عاملاه دوت، تعملوا زي ما انتوا عايزين. هخلص بقى الكمية بتاعتي. انا طبعا هنا عملت ربع العجينة بالشوكولاتة وهوريكم ازاي انا عملتها. احنا بنحب اللي هي البيضة دي، فاحنا يعني عملت معظم العجينة بتاعت البيتي فور بالابيض، لكن عملت ربعها بس بالكاكاو بالشوكولاتة يعني. شايفين ده كده شكلها تحفة جدا. دي طبعا هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 15 دقيقة، يعني مش بتاخد اكتر من كده. نبدأ بقى كده نعمل ربع العجينة اللي معايا بالكاكاو. هجيب معلقة من السمنة، وبعدين هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكاكاو وهقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بالعجينة بتاعتي. هفضل بقى كده ان انا اقلب فيهم لحد ما كلهم كده يتجانسوا مع بعض. ده كده خلاص شكلها النهائي. يلا بقى كده نبدأ نحطها في القمع بتاعنا ونبدأ نشكلها زي التانية بالظبط. شايفين السهولة؟ هخلص بقى الكمية بتاعت الشوكولاتة بتاعتي وبرضو هسويها نفس الموضوع على درجة حرارة 180. وطبعا هنا عشان خاطر نعرف السوا بتاعها، انا هنا حطيت واحدة من البيضة عشان هي دي اللي هتخليني اعرف السوا بتاعها. ده كده شكله بعد ما طلع معايا. شايفين السوا ممتاز. طبعا لو انتوا حابين ان انتوا تطلعوه من الفرن يكون افتح من كده شوية تمام، لكن انا بحب بصراحة ان انا اطلعه اللون ده خطير. انا مش عايزة اقولكوا طعم البسكوتة لوحدها كمان من غير ما تتشكل خطير. شايفين ده كده يعني شكله لما انا جيت حطيته مع بعض. هنا بقى جهزتهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفينهم مامت، كل اتنين على بعض. دي كده الكمية اللي طلعت معايا من كيلو دقيق كلها. طبعا عملت كمية الشوكولاتة صغيرة زي ما انتوا شفتوها كده. هنبدأ بقى كده ان احنا نعملها مع بعض بالمربى. انا هنا بستخدم مربى المشمش، دي احلى حاجة للبيتي فور. طبعا انا بعملها المربى دي بجهزها ازاي بقى. بجيب في الكبة، لو انت عندك الكبة او في الخلاط عادي، بنحط عليهم شوية مية او بالهاند بلندر، اي حاجة المتوفر عندكم يعني. وبعدين بتفرميها وتعمليها بالطريقة دي. دي كده الكمية اللي طلعت معايا. عايزة بقى رأيكم في الكومنتات. تحفة، لازم تجربوه.